هنبدأ مع بعض سلسلة جديدة، سلسلة الأفضل في مصر، وأول حلقة أفضل محل حواوشي في مصر. عشان كده كتبت لكم بوست من يومين تقولوا لي بتاكلوا منين الحواوشي في مصر، والنهارده أول جزء في الحلقة 4 محلات حواوشي، عتاولة الحواوشي في مصر. يلا بينا نشوف أول محل مين هو. المنافسه النهارده بين حواوشي الرفاعي وكبابجي المنوفي. وصلت عند كبابجي المنوفي فرع الشيخ زايد، ودخلت طلبت رغيف حواوشي وتقريبا استلمته بعد 20 دقيقه. فتحنا الشنطه ولقينا معاه علبه الطحينه ديت، وكان ملفوف في طبق فويل وورق ابيض عادي. وزي ما انتم شايفين المفاجاه لقينا معاه رغيفين عيش عشان لو حد جعان زي حالاتي. في الاول كنت مخضوض لما دفعت 82 جنيه في رغيف حواوشي، بس لما فتحته ولقيت فيه رغيفين قلبي اطمن شويه. كميه اللحمه معقوله جدا، والعيش شارب من الدهنه بتاعت اللحمه بطريقه جامده جدا، لدرجه ان العيش طري، وده مش المحبوب بالنسبه لي. انا بالنسبه لي رغيف الحواوشي لازم العيش يبقى مقرمش. عموما هندوق ونشوف. المفروض هنا دلوقتي كنا نستمتع مع بعض بصوت القرمشه بتاعت العيش، بس للاسف ده ما كانش موجود. بس صراحه طعمه حلو، تتبيله مختلفه بس بعيده شويه عن تتبيله الحواوشي اللي كلنا عارفينها، بس الطعم بتاعه حلو، واللحمه طريه ومستويه جدا. الحواوشي لازم معاه طحينه. الطحينه كانت تقيله متبهره حلو، والصراحه طعمها جامد جدا. والحواوشي ما ينفعش تاكل من غير طحينه. طعمه حلو، بس لازم نقارنه ببقيه المحلات، وفي الاخر نقول الراي النهائي. وهنا كنا وصلنا لحواوشي الرفاعي فرع الشيخ زايد، اللي ليه ذكريات كتيره جدا معايا ايام الطفوله. وتاني محل معانا النهارده حواوشي الرفاعي بتاع عابدين من 1969، من اقدم محلات الحواوشي اللي موجوده في مصر، ومش هتلاقي اقدم من كده. يلا بينا ندوقه مع بعض. وتعالوا بقى نشوف دلوقتي حواوشي الرفاعي بيقدم لنا ايه. العلبه بتاعته علبه كرتون، واكيد دي هتحفظ حراره الحواوشي لغايه لما يوصل لنا البيت. والرغيف هنا كان سعره 50 جنيه، وحجمه حلو وكبير، والعيش كان متحمص كويس وواخد اللسعه بتاعت الجريل. بس انا شايف من وجهه نظري ان الرغيف رقيق جدا، حتى الحشو بتاع اللحمه قليله جدا. وكمان كان في مشكله ان الطبيعي ان الحواوشي يجي معاه طحينه او مخلل، للاسف الرغيف بينزل لوحده، فاضطرينا نشتري علبه الطحينه ديت، وكانت عامله 6 جنيه. يلا بينا ندوق الحواوشي طعمه عامل ازاي. وطبعا كلكم سامعين معايا صوت القرمشه بتاعت العيش، بس من وجهه نظري حقيقه الحواوشي قليل جدا. انا حاسس ان هي لحمه معصجه ومحطوطه جوه رغيف. الملح قليل والفلفل قليل، والطبيعي في الحواوشي انه يبقى مشطشط شويه، ده مش موجود للاسف في رغيف الحواوشي ده. بس العيش بتاعه طعمه جامد جدا، طعم اللحمه للاسف مش باين جوه العيش. طب نجربها مع الطحينه. الطحينه بتاعته خفيفه وساقعه. انا مش عارف الطحينه ساقعه، هو حاطط الطحينه في الثلاجه، فطعمها هيبرد رغيف الحواوشي. انت بتاكل رغيف حواوشي المفروض اصلا يبقى مولع نار، فلما تيجي تحط عليه الطحينه ساقعه ده بتبوظ طعم الحواوشي تماما. انا اللي عاجبني في الرغيف دوت طعم العيش بتاعه، طعمه فعلا جامد كده. يا جماعه احنا جربنا النهارده اول محلين من محلات الحواوشي في سلسله الافضل في مصر، حواوشي المنوفي وحواوشي الرفاعي. تعالوا بقى نقيمهم ونشوف مين فيهم افضل. نبدا اول حاجه من حيث السعر. انا اول كنت مخضوض من سعر رغيف الحواوشي بتاع المنوفي، كان ب 82 جنيه، بس لما فتحت العلبه ولقيت الرغيفين بالنسبه للكميه وبالنسبه لكميه اللحمه اللي موجوده، لا السعر حلو وعادل جدا. بالنسبه لحواوشي الرفاعي السعر كان غالي شويه بالنسبه لكميه اللحمه اللي هي طبقه رقيقه جدا، ودي طبعا مش مناسبه جدا لما نيجي نقارنها باي محل حواوشي تاني. هنيجي بقى من حيث التغليف. انا شايف ان حواوشي الرفاعي التغليف بتاعه افضل بكتير من حواوشي المنوفي. ليه؟ حواوشي الرفاعي موجود في علبه كرتون، انا متاكد انها هتحفظ درجه الحراره لغايه لما يوصل لك لباب البيت. حواوشي المنوفي كان ملفوف في ورق، بس حواوشي المنوفي كان جاي معاه ميزه، كان جاي معاه طحينه. حواوشي الرفاعي ما كانش معاه طحينه. حواوشي المنوفي كان معاه رغيفين عيش، يعني هتشبع. حواوشي الرفاعي ما كانش معاه عيش. من حيث الطعم حواوشي المنوفي كان طعم اللحمه باين فيه، والتتبيله باينه فيه، مع انها مش تتبيله حواوشي، بس طعمها احلى بكتير من التتبيله بتاعت حواوشي الرفاعي اللي هي اصلا مش باينه وسط العيش. العيش بتاع الرفاعي كان احلى بكتير من العيش بتاع المنوفي. من وجهه نظري وتقييمي حواوشي المنوفي ياخد 8 من 10 عشان تتبيله اللحمه مش تتبيله حواوشي. حواوشي الرفاعي ياخد 6 من 10 عشان كميه اللحمه مش مناسبه جدا للسعر. استنوني في الجزء الثاني مع المحلين التانيين اللي انا شايف من وجهه نظري ان المنافسه بينهم هتبقى نار. محلين من اكبر محلات الحواوشي اللي موجودين في مصر. سلام.